اهدنا الصراط ولا الضالين. بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله لقد عليه جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء
عليه. السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك يا محي الذنوب السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا إمام الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى وسهلا الأتقياء بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى ماجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسم صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه. إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. كما جل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه. وعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. وعطرت بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل
وسلم الشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في عالم قدسه الواسع صلى الله عليه بانتشار فضله في الغريب والشاسع صلى الله عليه لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه وبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه فترقى يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا مناولا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا مناولا. كلا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا مناولا. ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا مناولا. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا مناولا. وهو من فوق علم ما قد رأته بسطة في شؤونه وكمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا مناولا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. صلى الله عليه. تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب
بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا. مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة. مضى العمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة. مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا حبيبي ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلوا على النبي محمد. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي. يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي. يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. أحمد هدانا والمولى
نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه من الإيمان قواعد صلى الله عليه. وتدعو اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمنع عن الله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله فبلغ الرسالة عليه. وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. تكرم الله بها على البشر صلى الله وما عليه. أوساها من نعمة إن تصر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. فيها في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكبل عليه غاية الإكبال. صلى الله عليه. وصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه صلى الله عليه عليه. بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم صلى الله عليه. بذات أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأنساب الكريمة صلى الله عليه. فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله ليتشرف عليه. بموطن استقراره وموضع خروجه. صلى الله وقد عليه. قضت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهر وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. نورا حير الأفكار زور وبار
فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف صلى الله ليكتب في هذا عليه القرطاس ما هو لديه من عجائب بذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الأمثل لن تبي بعشر معشر أوصى بذلك الموصوف صلى الله تشوي قلب عليه السامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله وإلا عليه فأنها تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن هجني عليه لا تدعي لمهبتهم يشرشرب المخلوقين صلى الله وما أكرم الله عليه بمولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت راية بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله لا عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عد التشوق إلى سمع أوصى بها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ويدخلني بشفاعة هذا النبي الشافي آمين ويتروحني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت به الأنامل مما استغاثه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزى في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله وقد بلغنا في عليه الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله وقد أخرج عليه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفت من العالمين صلى الله فتنقل عليه هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم
والسلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خشجت بالتكريم أبي الكريم صلى الله عبد الله بن عليه عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله وأم عليه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وظنت وشاء بمعونة الله محافظة على حكيا ذي الذرة وصونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا نشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروجه إلى عالم الشهادة لتنبشط على أهل هذا العالم بيوضات بطن وتنتشر في آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يزين أبيات حلو الحدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بعلامة يا سيد الكونين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يزيد أبيض حلو الحدين يا واسع العينين أحلى
المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وبديان. صلى الله عليه بقرب ظهور شراك هذا السراج صلى الله والعيون عليه متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله خالدة بكمال عليه. البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. قدر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. قرب ونوة هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السواد الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. وصبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Hadirkan Rasulullah, pakerong dari Rasulullah. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
رسول الله في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعا جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل يحسره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي كنسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا رجل وبلغ في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين
صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا من تعالى علو في ارتفاع علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك. يا من تعالى علو في ارتفاع علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك. وخذ بنا في طريق اتباع طريقة المجطفى مجتبى أحمد مصطفى. نسير في ضوء هذا كشعاع في الدار هذه وفي الأخرى هناك. يا خير محبوب للمولى وداع للمولى وداع الله قربك منه واصطفاك. يا من تعالى علو في ارتفاع علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك. والحمد لله رب العالمين. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفيلا أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وقبره بالحرمين. صلى وقد الله ورد عليه أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب صلى الله عليه أنه
أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عبد الرحمن بن عوف عن أم الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك صلى الله عليه. قال لشفا فضى له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى نظرت عليه. إلى بعض قصور الروم قال ثم البسته وارجعته فلم انشب غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه. واصبر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. قال فلم يزل حديث مني على بال حتى ابتعثه الله صلى الله وكنت من عليه. أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. في كل حين تراه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا
والعدل لنا والعدل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وقانا توحيد الله لنا نور أعدادنا روحا لو سكنا هو أول بيت نحفظه هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وقانا اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an alamatu mahabbatillah, alamatu mahabbatika lillah, mahabbatuka li awliyaih, wa alamatu mahabbatillahi laka mahabbatu awliyaihi iyyak, ila akhir ma qala radhiyallahu anhu ardah. Alamatu mahabbatika lillahi, tanda cintamu kepada Allah, mahabbatuka li awliyaih, yaitu buktinya kamu mencintai kepada para wali-walinya Allah. Seseorang semakin mencintai kepada orang yang soleh, seseorang semakin mencintai kepada orang yang dekat kepada Allah, maka di situ bukti bahwa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Mereka para aulia adalah manusia yang paling kenal kepada Tuhannya. Mereka para wali adalah para manusia pilihan-pilihan yang mana malam hari mereka tidaklah tidur kecuali sedikit, tidaklah berbicara kecuali sedikit, bahkan kalaupun lupa, lupanya sedikit. Mencintai mereka adalah bukti cinta kita kepada Allah. Sebaliknya, membenci kepada wali, membenci kepada orang yang saleh, membenci kepada aulia Allah yang dikatakan mereka adalah orang-orang pilihan Allah, bukti benci kita kepada Allah. Na'udzubillah. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak percaya tentang kewalian. Ya ikhwani, wali tidak identik dengan terbang, wali tidak identik dengan mengambang. Bukan berarti seorang wali rambutnya compang-camping, lah. Bukan berarti seorang wali ludahnya tidak bisa kita injak, lah. Kukunya tidak bisa dipotong. Nabi SAW memotong kuku beliau, Nabi SAW mencukur rambut beliau, bahkan tidak jatuh rambut sehelai pun daripada Nabi kecuali para sahabat mengambil satu butir sehelai daripada rambut Nabi SAW. Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau adalah seorang Persia, bukan dari Arab.
Karena begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun mengatakan kepadanya, Salman minna ahlul bait. Salman adalah bagian daripada keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi insyaallah akan diaku sebagai keluarga Nabi insyaallah. Bukan berarti kita mengaku, tapi Nabi yang mengakui kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Tahukah Anda? Sayyidina Salman Al-Farisi satu saat di medan peperangan, beliau tidak lagi sibuk untuk memerangi musuh, membunuh daripada musuh. Beliau sibuk mencari di mana tutup kepala beliau. Sare ke buruk ke timur, kalau ke deje helm elang teh itu. Sampai sahabat pun heran, apa sih sare buat? Mun hanya helm, mun hanya cuma penutup kepala, kami banyak. Anda tinggal pilih. Mana yang Anda cocok, mana yang Anda suka, tinggal ambil begitu saja. Apa kata Salman Al-Farisi? Demi Allah, saya tidak pernah melakukan peperangan kecuali pasti diberikan kemenangan. Kenapa? Karena di dalam topiku yang aku selalu pakai untuk berperang, berjihad, terdapat beberapa helai rambut Rasulullah SAW. Kalau rambut yang terpotong dari Nabi, yang berpisah dari Nabi begitu hebatnya, bagaimana dengan dzurriyyah Rasulullah SAW? Dengan bagaimana dengan mereka kanan kiri kita yang ada di sini darah daging daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci daripada seorang yang soleh berarti membenci kepada Allah. Membenci kepada wali Allah otomatis membenci kepada Allah Subhanahu. Alamatu mahabbatika lillah, tanda-tanda cintamu kepada Allah, mahabbatuka li auliyaih, kamu mencintai kepada wali-wali Allah. Bukan mereka yang terbang ya ikhwani, bukan mereka yang mengambang di atas lautan, bukan mereka yang terbang di atas angin, bukan. Mereka orang yang wali Allah. Idza ru'u dzukirallah, jika engkau pandang wajah mereka, engkau akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Saki wajana para ulama, Romi Hamid Pasuruan, Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Sagaf, Al-Habib Saleh bin Usamid Tanggul, Habib Abu Bakar Gersi. Yang terbesit pada diri kita, akal pikiran kita tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanda orang yang kita lihat, jika kita pandang mengingatkan kita kepada Allah, berarti orang itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatu mahabbatillahi laka, dan tanda-tanda cintanya Allah kepada kita. Kalau kita cinta kepada Allah, wajib hukumnya. Buktinya cinta kita kepada Allah, mencintai para wali-wali Allah. Tanda cinta Allah kepada kita, mahabbatu auliyaih laka, mereka para wali mencintai kepadamu. Kalau namamu terukir dalam hati seorang wali, kalau namamu tercatat, termaktub dalam hati seorang wali, sehingga wali menyebut namamu, ketahuilah itu tanda cinta Allah kepadamu. Cari orang-orang seperti ini, kita mendekat kepada mereka agar nama kita selalu disebut oleh mereka. Demi Allah, cinta Allah kita raih dengan cara kita mencintai mereka. Cinta Allah tanda-tandanya mereka para wali mencintai kepada kita. Jangan sekali-kali di hati kita tertanam rasa benci kepada mereka. Benci kita adalah benci Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membenci wali Allah, berarti mereka telah menabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, satu-satunya cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, Al-Habib Ali Al-Habashi mengatakan, malam yatagarrab bi ahlil gurub ma garab, orang yang tidak pernah dekat dengan orang yang dekat, mereka tidak akan pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gitu, mari kita cari orang yang seperti ini, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa membimbing kita, menuntun kita. Jangan sekali-kali kita membenci kepada ulama, membenci kepada habaib, membenci kepada wali, sampai ngeremeki orang. La tahtakir man dunaka, jangan kamu menghina seseorang yang di bawahmu. Innallaha khabba'a wilayatahu fi ibadihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan kewaliannya, disimpan pada hamba-hambanya. Fala tahgiru min ibadihi ahada, jangan kamu sekali-kali meremehkan satu orang pun daripada hamba Allah. Fala'allahu waliyullah,
Karena mungkin orang yang kau caci, yang kau maki, orang yang kau hina, orang yang kau rendahkan adalah orang yang dicintai oleh Allah, adalah orang yang dekat kepada Allah. Nih, bukan karena serbannya yang besar, bukan karena imamahnya yang besar, bukan karena pakaiannya yang putih. Mula orang kelebrik kebelian bi Allah Subhanahu wa taala. Ada pu sana. Majlis-majlis zikir ada pu sana, baca Al-Qur'an ada tau buka. Nyebut asma kanjeng Nabi selalu terhibur, selalu watarwihan lil muta'alligina bihadzal nuril mubin, dengan menyebut nama Rasulullah akan terhibur hati mereka para wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dua tanda cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada wali Allah. Tanda cinta Allah kepada kita adalah cintanya wali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada panjenengan, apa buktinya? Banyak orang yang sesoleh cinta kulit sampean. Mula amosobi orang yang sesoleh berarti Allah Ta'ala tak cinta dua orang mereka. Na'udzubillah. Ya Rabb, mentermuka majlis ini kita jadikan majlis mahabbah insyaallah, mahabbatillah, mahabbati Rasulillah. Amin Allahumma. Jangan meneta majlis cinta tapi tawur. Majlis penuh kecintaan tapi ada rasa mahabbah tak tertarik sama sekali dalam hatinya. La, kita hadirkan di majelis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek cuma ngiba kopeng sampean hadir, ngiba ate. Hadir majelis untuk menambah rasa mahabbah, cinta dekat Allah dan cinta dekat Rasulullah melalui para ulia, melalui orang-orang yang saleh, orang-orang yang sepele tini Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mentermuka kaul panjenengan patamu bi para belin Gusti Allah. Nyama kauluban panjenengan catnek atina beli kauluban panjenengan singke sebut walaupun tak setiap solat minimal nyama kaul panjenengan ampune kenal bi orang saleh beli Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزته تهت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص،
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمئن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وأم ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مأنا وشورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة.